ألم أسفل الظهر الصباحي. لو بتصحى من النوم بتحس إن ظهرك متيبس وفيه ألم شديد وبتقعد شوية لحد ما يفك وتبدأ تتحرك، فالفيديو ده ليك، لأن النهاردة هعرفك إيه أسباب الألم الصباحي ده وإزاي تتخلص منه نهائيا، وأفضل التمارين العلاجية اللي تتخلص من الألم ده نهائيا إن شاء الله. في الحقيقة في سببين أساسيين لألم أسفل الظهر الصباحي ده، والسبب الأول هو تيبس العضلات أثناء النوم، وده بيحصل لما تنام في وضع معين لفترة طويلة جدا، او تنام في وضع غلط وسكر التب كده، او تنام والتكييف موجه عليك. تمام، ده بيقلل الدورة الدموية اللي بتوصل لأسفل الظهر، والسوائل اللي حوالين المفاصل بتكون أكثر لزوجة، فبيحصل تيبس في الصباح. ما تيجي تصحى كده وتبدأ تحرك جسمك تحس ان جسمك قافش خالص مش قادر تحركه، او بسبب النوم على بطنك. فلو بتنام على بطنك فطبعا لازم ظهرك يوجعك ورقبتك توجعك وكتفك، وتيجي تشتكي بكل المشاكل دي، لانها من اسوأ الوضعيات للنوم. كنا عملنا فيديو عنها وقلنا الوضعية دي سيئة جدا، تمام، وتدمر الظهر كله. فارجوك بطل انك تنام على بطنك، حط مخدات، ادعم نفسك باي شكل ممكن انك تنام، بس يبقى نايم على جنبك مش نايم على بطنك. وافضل وضعيات للنوم عموما انك لما تنام على جنبك يبقى في مخده بين ركبتك الاتنين كده، تمام، زي الصوره دي. ولما تيجي تنام على ظهرك تحط مخده برضو تحت ركبتك، تمام. ده بيريح الظهر جدا، ما بيخليش فيه ضغط على الفقرات. وافضل حاجه بقى تعملها لما تصحى الصبح حاليا في الفتره دي انك تعمل كمادات ميه سخنه، تعمل 10 دقايق كمادات ميه سخنه، سواء قربه، سواء عندك فوطه حراريه او مخده حراريه، سواء دش سخن، ايا كان مصدر السخونه هيفك الشد العضلي ده بسرعه جدا. اما السبب التاني وده للناس اللي عندهم مشاكل في الغضاريف او الفقرات، لان سواء عندك انزلاق غضروفي او عندك تزحزح في فقرات او التهاب الفقرات، ايا كانت المشكله اللي عندك، فدي طبعا هتسبب لك الم شديد في الصباح. فمحتاج تعرف ايه المشكله اللي عندك وتبدا تعالجها، تمام. وطبعا احنا عاملين عن كل المشاكل دي فيديوهات لافضل التمارين العلاجيه ليها، تمام. طيب عندك اي مشكله وعايز نبدا بقى نشتغل بقى ونقوي العضلات دي، ايه التمارين اللي تبدا بيها؟ ابدا بالتمرين دول وبعدها هتزود التمارين واحده بواحده. فاول تمرين هتبدا بيها تنام على ظهرك بالشكل ده كده، هتعمل بريدجنج اكسرسايز، تمرين الكوبري. تبقى نايم على ظهرك وترفع وسطك لفوق وتثبت ثواني وتريح، ترجع تعمله تاني. اعمل 10 عدات وريح شويه، 10 عدات وريح شويه، 10 عدات كمان، يعني 30 عده الصبح وبالليل. التمرين اللي بعده هتنام على جنبك بالشكل ده كده، ورجلك الاتنين محطوطين على بعض، وافتح ركبتك دي لفوق ونزل 45 درجة كده. تعمل برضو 10 عدات وتريح شوية، 10 عدات وتريح شوية، 10 عدات كمان، يعني 30 عدة الصبح وبالليل. وده طبعا هتعمله على الجنبين. طيب بدأت تعمل التمرين دول وتعمل كمادات مية سخنة وتحط دهان على ظهرك الصبح وبالليل، والدنيا بدأت تستريح معاك، وعايز تزود بعدها بأسبوع أو بعدها بأسبوعين، عايز تزود في التمارين، ابدأ اعمل معاك برد دوج بالشكل ده كده. تبقى ايدك على ايدك ورجلك 90 درجة، وتروح رافع رجلك تخليها في مستوى جسمك، وايدك العكسية في مستوى جسمك، وتثبت كده على قد ما تقدر وتفضل ثابت. وبعدين تريح وتعمل الجنب التاني وتفضل ثابت على قد ما تقدر، وبعدين تريح. ويفضل برضو تعمله 3 مرات، تمام، عشان نبدأ نقوي. بعد ما تعمل التمرين ده من نفس الوضع ده كده بالظبط، تبدأ تحرك الفقرات بتاعتك لتحت كده، تعمل زي القطة وتطلع لفوق، تعمل وضع الجمل كات كامل بوزيشن. تبدأ تحرك الفقرات في المدى الكامل بتاعها. برضو تعمله 10 10 10. التمارين دي كفيلة ان هي تقوي معاك عضلات الظهر وتظبط معاك الدنيا ان شاء الله. مهم جدا تهتم بالاكلات اللي بتقلل الالتهابات زي الاسماك الدهنيه، عظيمه جدا. وتهتم بالاكلات اللي فيها مغنيسيوم وكالسيوم، تمام، عشان برضو مهمين جدا. زي الخضروات الورقيه، دايما يبقى في خضروات ورقيه وسلطه في اكلك. وتهتم بالاكلات اللي فيها مضادات اكسده ودهون صحيه زي المكسرات، تاخد 30 جرام مكسرات كده كسناك، هيبقى عظيم جدا الاكل ده. اما بالنسبه للمشروبات، فالشاي الاخضر عظيم جدا برضو في تقليل الالتهابات وفي مضادات اكسده، تمام. الكركم بالحليب برضو كويس جدا. انك تزود اصلا شرب الميه، مهم جدا انك تشرب 3 لتر ميه، ده بيمنع تشنج العضلات، هيفرق معاك بشكل كبير جدا لما تبدا تشرب ميه. وتمرينين بونص كمان للناس اللي كملت الفيديو للاخر، وانك هتعمل البلانك والسوبرمان، تقوي
عضلات الكور، بتقوي عضلات الثبات. هتعمل البلانك بالشكل ده كده وتثبت فيه على قد ما تقدر وتريح وترجع تعمله تاني. بعد ما تريح دقيقة مثلا ترجع تعمل تاني البلانك، اعمله 3 مرات. بعد ما تعمل البلانك هتعمل وضع السوبرمان، هتاخد من نفس الوضع ده كده وايدك قدام ورجلك ورا، بترفع ايدك ورجلك وتثبت كده على قد ما تقدر وتريح وترجع تعمله تاني. بس التمارين دي تخليها على الاقل بعد اسبوعين من التمارين التانية. تمام؟ دي للناس اللي بتسمع الفيديو للاخر. وعاوزك تكتب لي في كومنت تجربتك مع الم اسفل الظهر الصباحي، كان بيحصل بسبب النوم غلط ولا اكلك اللي غلط ولا ليه بالظبط. فاكتب تجربتك الكامله، ولما تتخلص منه اكتب برضو عشان تفيد غيرك والناس تتشجع. لان الم اسفل الظهر الصباحي ده مش لعنه ولا قدر، ولازم كل يوم تصحى ظهرك تعبان وتقعد 10 دقايق على ما يفك عشان تبدا تتحرك. الم اسفل الظهر ده سهل علاجه وتبدا تتخلص منه بالخطوات اللي احنا قلناها دي. تعمل كمادات ميه سخنه، تعمل تمارين علاجيه تقوي عضلات الظهر، تهتم باكلك وتبدا تشرب ميه كويس، تبدا تعمل رياضه. الحاجات دي عظيمه جدا وهتخلي الالم ده ينتهي تماما ان شاء الله. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله، عن طريق انك تضغط على صورتي هنا. تمام؟ ولو عندك اي استفسار اي سؤال اكتبه في كومنت وهرد عليك على طول ان شاء الله. وطبعا اكتب لنا تجربتك وشاركنا كده في الكومنتات وهنرد على كل الناس ان شاء الله. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.